وهنا بمناسبة هذا المثال أحببت أن أطلعكم على فائدة عظيمة جدا في معنى قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما هو الكبد هذا الذي يلحق الإنسان، وفي أي وقت يلحقه؟ هل هو يلحق الإنسان في سباه، أم في كبره، أم في قبره، أم في حشره؟ ما هو هذا الكبد الذي يلحق الإنسان؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهناك نقل عظيم للقرطبي رحمه الله في كتابه التفسير عند تفسيره لهذه الآية يوضح لنا معنى قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهو نص عظيم ومؤثر، فنريد أن نستمع سويا لهذا النص. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمط أول ما يكابد قطع سرته. يعني الإنسان أول شيء يكابده قطع السرة، هذا من البداية. أول ما يخرج تبدأ المكابدة بقطع السرة، وهذا شامل لكل إنسان. ثم ماذا؟ ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب. المهد والشد عليه في المهد وربطه والتضييق على يديه، ويبقى على هذا مدة طويلة وهو مشدود، ما يستطيع يفتح يديه يمين شمال يتحرك براحته، مشدود ومضيق عليه في المهد، فيقمط قماطا ويمهد مهادا. هذا من المكابدة التي تلحق الإنسان، هذا في فترات الصغر. ثم ماذا؟ ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع. ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع. الرضاعة عندما تتأخر عليها وتنشغل أمه يصبح في كبد ومشقة وبكاء وعنى. ثم ماذا؟ ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه. ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه. كم يصيب الصغير من كبد وأسنانه تخرج، وكم ينحقه من وجع وألم وشدة في هذه الحال. وأيضا تحريك اللسان ليبدأ ليتحدث مثل الآخرين، يلوي لسانه يمينا شمالا يريد الكلمة تخرج، يكابد، مكابدة في تحصيل هذا الأمر. ثم ماذا؟ ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام. ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام. عندما يفطم من الرضاعة، إذا أتم الرضاعة حولين يفطم، فيعيش الطفل، وكلكم يعرف ذلك، يعيش الطفل في هذه الفترة من أشد اللحظات الحرجة في حياته وهو يفطم عن الرضاعة، ويكثر بكاؤه وتتعسر أخلاقه وتشين معاملته ويظهر عليه أمور كثيرة، فيعيش في كبد الفطام. يقول الذي هو أشد من اللطام، يعني أشد من لطمه على وجهه، ربما لو لطم على وجهه أهون عليه من فطامه من الرضاعة. ثم ماذا؟ ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان. ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان. يكابد الختان، والختان معروف وما يلحقه من ألم في الختان. وأيضا يكابد الأوجاع والأحزان، يمرض، يسقم، يجوع، يحزن، هذه كلها مكابدة تلحق الإنسان. ثم يكابد المعلم وقولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته. هذا إذا دخل التعليم وبدأ يدرس ويحفظ ويدرس ويطلب منه أن يذاكر يكابد، وربما يقسى عليه وربما يضرب وربما، فيعيش في كبد التعليم وكبد الحفظ وكبد الفهم وكبد المذاكرة وكبد نعم. ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه. ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه. ثم يكابد شغل التزويج، يعني الزواج والبحث عن الزوجة والأهل ومن هي التي تكون عشيرته، فهذه أيضا كبد. وأيضا الأمور التي يتطلبها هذا الزواج من معيشة ومسكن